السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع هاد المملحه، خدمتها بهذاك الخبز تاع التاكوس اللي درته لكم في الفيديو اللي فات. بزاف بنينه، ان شاء الله تعجبكم وبزاف سهله. خبيوها رمضان ان شاء الله، ولا كفكره غدا ولا عشاء. بزاف سهله. هنايا رحيت شويه بصله، كنت راح ندير مرقه بيضه. نحيت شويه من هذيك البصله، مخلطه شويه ثوم، درت لها فلفل كحل، درت لها مغرف كبيره تاع طماطم مصبره والكركم، وخليتهم يتقلاو مع بعضهم في الزيت. شويه قليت هذيك الطماطم مع البصله كما راكم تشوفوا، وزدت عليهم هنايا البنات شريت ب50 ألف اللحم، فيوند هاشي من هذاك المستورد. أول مرة نستعملوه بصح يعني الذوق تاعو يهبل، يعني عادي ماهوش غريب ولا. درت له الملح وزدت له شوية ماء ونخليه يتقلى مليح باش يدير شغل واحد لاصوص هكا. ها هياكي هنايا البنات باش تزيدوا له واحد هكا واحد الذوق، واحد يولي لكم شغل مشرب مليح. زدت له هذاك الفرماج المربعات هذاك تاع الفيونداشي. هنايا قسمت الحبة كيما راكم تشوفوا من الوسط، نقسمها هكا غير شوية يعني مش أكل، ونبدأ ندير في كل جهة نحط حاجة. ديروا وش عندكم. أنا درت هذا الفرماج تاع لي زومبرغر، ودرت المايونيز مع الهريسة، وقليت شوية بطاطا مربعات وهذاك اللحم، ودرت الفرماج تاع الطلي. يعني تقدروا ديروا في بلاصة اللحم ديروا الدجاج، ونطبقها هكا على 4 كيما راكم تشوفوا. الطريقة بزاف سهلة، تقدروا تشريو الخبز يعني باش ما تتعبوش رواحكم، غير تقليو شوية بطاطا وشوية لحم هذا مكان. وقليتهم هنايا عفوا حمرتهم على الطاجين هذاك تاع الشخشوخة، وتقدروا ديروهم في المقلاة ولا في الطاجين هذاك تاع لي ساندويتش. نحل لكم حبة باش تشوفوها. شوفوا هذاك الفرماج يذوب يهبل، هذاك تشيزي. انا شريت تشيزي، ما عمباليش اذا كاين ماركة واحدة اخرى احسن منه، بصح بنين بزاف. شوفوا يجي يهبل. ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم، الوصفة فادتكم. اللي ما شافتش الوصفة تاع الخبز راهي كي قبل هذه. وسلام.